هذه الصورة هي لمنظار شاب عمره 22 سنة. حولوا لي الزملاء والإخوان في قسم الباطنية بسبب أنه يشتكي من ألم في البطن، أحيانا إمساك، أحيانا إسهال، مخاط مع البراز، تكرمون، غير معروف السبب. تم بحث في كثير من الأسباب، إلا أنه لم يوجد سبب يفسر هذه الأعراض. شفته في العيادة، أخذت منه تاريخ طبي مفصل، شكيت في بعض التصرفات، طلبت له فيروس ال HIV أو فيروس الإيدز الفحص، وقمت بعمل منظار له لاستثناء الأسباب الأخرى التي تقدم فيها أو الشكوى اللي يشتكيها. للأسف بعد فترة حطيت له موعد متابعة وياي في العيادة، فطلع عنده فيروس الإيدز إيجابي، يعني الولد هذا عنده فيروس الإيدز إيجابي في الدم. بعد أخذ تاريخ طبي بأثر رجعي تبين أنه من رواد أماكن المساج، وأماكن المساج هذه للأسف يقومون فيها بعمل أعمال غير سوية، وهو كان يمارس هذه الأعمال الغير سوية مع بعض الرجال الموجودين في أماكن المساج، فتم انتقال الفيروس له. للأسف حياته تغيرت رأسا على عقب كوظيفة ونمط حياة اجتماعي وصحي. شفاه الله وعافاه، لذلك التحذير مطلوب.